جماعة في سلالة كده يعني من الولاد، عناصر، بعض العناصر محتاجين ان احنا نقاوم سلوك هذه العناصر قبل ما يتكاثروا، لان الموضوع بدأ يتفاقم يعني. فمحتاجين احنا انه نحد من هذه السلالة علشان ننقذ البشرية اللي جاية. اهم ما يميز هذه بقى السلالة الحنان، فرط الحنان المفاجئ اللي هو بيبقى خد لسه عارفك من يومين، خد جامب كات تريبل اتش بقى في حياتك. قال لك انا بحب خلاص. امتى وازاي هو ذات نفسه ما يعرفش، مش عارف يعني. هو اساسا مش عارف، هو مشاعره جوه وهرموناته جوه متلخبطه. لا ده شيفت ديليت على طول، ده بره حياتك اصلا. عمود سواري لسه مكتشف جديد من اعمده حياتك. اكلتي، شربتي، طلعتي، نزلتي، عملتي، سويتي، داخله تنامي، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. اعمل ايه؟ خلي بالك من المخده، المخده بقى تكتب نفسك تموتي، هو غلطان. ما تخلي بالك وخلاص. تقول له ماشي يا حبيبي، وانت حبيبي ايه ده لسه من يومين عارفها صح. اعمل ايه يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ احلم بكابوس؟ احلم بكابوس هقرا الموزتين؟ لا اتصل بيه خليه يتف في ودنك كده اهو اه. يعني اكيد مش هثبت العفريت اقول له انا صاحبة حمو الجن، مش هتجيب معايا. لا هيخاف طبعا، فيها كلام. استاذ نجدة، انت ليه مستغرب ان انا مستغرباك؟ انت ليه متضايق ان انا مش ببادلك نفس الشعور؟ اصلا دي مش مشاعر، يعني دي مش مشاعر بتتطور بشكل طبيعي، دي بتتطور بسرعه السنين الضوئيه. وهتتفشكل وتبوظ بسرعة السنين الضوئية عادي برضه ثانية. ليه؟ لأنه هو أساسا مش داخل علاقة عن حب. الشباب اللي هم الطالعين الجداد يعني، هو يقول لك إيه، ارمي لها كلمة فيها حنية وهي هتدلدق مني كده. هو في دماغه عبيط يعني، مش عايز أقول عبيط يعني، دماغه مسوحة على تفكيره على قده يعني. ففاهم كل البنات محتاجة تسمع كلام حلو وبتاع وشرقانة وبتاع وكده. بس فمسكين.